هقول لك على اصغر بيزنس عملته في حياتي. واحد الحمد لله طول عمره متمرمط يعني، فيوم ما انجح باذن الله بفرح لي يعني، عشان انا جايبها من تحت قوي يعني. فكنت ساعتها في اولى اعدادي، فكنت بحاول اطلع لنفسي مصروف غير المصروف اللي انا باخده. كان مصروف ساعتها 2 او 3 جنيه حاجه زي كده على ما افتكر يعني. وكانت ساعتها ايام الثوره، كان كل المدارس ساعتها بتقف واجازات على طول وبتاع والدنيا دي. فانا قلت خلاص انا هعمل مشروع لنفسي وبتاع، هجيب بسكوتات وشيبسيات وكده وبيعها. طب هاخدها معايا ازاي المدرسه؟ مفيش غير الشنطه. فكنت بعبي الشنطه، اروح اجيب كرتونه شيبسي كده جمله تمام، وعلبه علبه او علبتين بسكوت تمام، وحشرهم كلهم في الشنطه. فكنت امشي في الشنطه، انا اصلا قصير فاهم. فكانت الشنطه بتبقى مقنبله كده، تحس ان انا شايل قنبله فيها، فما كانش حد بياخد باله يعني. فانت حاطط ايه في الشنطه؟ كتب. الكلب كان عمال يشمشم. المهم يعني، فكنت كل يوم بشتري علبتين بسكوت وكرتونه شيبسي. فكرتونه شيبسي كانت مكسبك فيها بيبقى حوالي، والله ما فاكر، المهم كان توتال كنت بكسب حوالي 5 جنيه في اليوم، من 3 ل 5 جنيه في اليوم. فطبعا ده مصروف تاني غير مصروفي، فكانت حاجه جميله يعني من الحاجات اللي انا كنت بعملها وما حدش فكر فيها قبل كده. في واحد صاحبي قلدني فيما بعد، كان هو بيبيع في الفصل اللي جنبي وانا كنت ببيع في الفصل الاولاني. بس يعني مش عايز اقول لكم، كنت اقسم بالله كنت اخش كده الحصه، اول ما اخش خلاص العيال ابتدت تعرف ان انا بيبقى شريف معايا بسكوتات وحاجات من دي، في مشاكل جامده قوي. المهم خلينا في اللي احنا فيه. شريف خلاص معاه بسكوتات وشيبسات وكده، عايز كام؟ عايز شيبسي، عايز احدف بقى فاهم. كنت اول حصه او حصتين اكون مخلص كل الحاجه اللي معايا. كسبت كام يا عم النهارده؟ 3 جنيه. كسبت كام النهارده يا عمي؟ 5 جنيه. فكانت حاجه من الحاجات الجميله جدا. ايه اللي وقف المشروع ده بقى؟ الثوره. يعني ثوره يناير لما قامت، او تقريبا كانت بعد الثوره بفتره، فكانوا ابتدت في مظاهرات تحصل وكده، فما بناش نروح المدرسه. فكنت انا الطالب الوحيد اللي انا زعلان يعني، انا البيزنس بتاعي وقف، هم كلهم مش عايزين يروحوا المدرسه، انا عايز اروح. يعني انا كنت بنزل الصبح والبس واخد البضاعه بتاعتي معايا واروح وارجع تاني، ما كانش في مدارس. فالله يسامحها الثوره والله.